احلى فطار اول يوم العيد القراقيش الساده كده وبالعجوه مع كوبايه الشاي بلبن. هقول لك على المقادير المظبوطه اللي تخلي القراقيش معاكي تبقى جميله جدا وطعمها وريحتها حلوه، ولو عملتي كميه وقعدت معاكي شويه طعمها او ريحتها متغيرش. الكميه اللي انا هستخدمها دي 2 كيلو دقيق، والمكونات اللي انا هستخدمها لو هتعملي كيلو دقيق يبقى تستخدمي نصها. عندي هنا 800 جرام من السمنه، وعندي معلقتين كبار من السكر الخشن، ومعلقتين خميره او كيسين خميره، وسكر بودره 3 معالق، ومعلقه صغيره من الملح، وبيكنج باودر، و3 كوبايات من اللبن، وكوبايتين دقيق، وسمسم. هنزل السكر الخشن على الخميره واحط عليها شويه لبن، وحطيت عليها ربع كوبايه ميه وقلبتهم وسبتهم كده يبقوا يعني دافيين، واسيبهم كده لحد ما تتخمر. هنزل بقى كل المكونات الجافه بتاعتي، الملح والسكر البودره والسمسم على الدقيق، واقلبهم مع بعض. وانزل بقى السمنه بتاعتي 800 جرام على 2 كيلو دقيق، ولو هعمل كيلو دقيق يبقى هستخدم 400 جرام سمنه. هقلبهم مع بعض او ابسهم مع بعض. يعني ايه ابسهم؟ يعني اغلف الدقيق بالسمنه. هعملها كده بايدي تبقى بالشكل ده. وهنا عندي الخميره اختمرت، اتاكدت ان هي كده خلاص كويسه وهتفعل معايا العجينه، يبقى هنزلها واقلب العجينه بتاعتي وانزل السوائل. انا استخدمت اللبن ال3 كوبايات بس، شلت منهم ربع كوبايه اللي هي حطيت بدلها ميه. هنا العجينه كويسه معايا، هي مش بتلزق. هعملها بس الاختبار اللي يخليني اتاكد منها ان هي مش مشققه. هاخد حته كده من العجينه و ابرمها كده واضغط عليها، هلاقيها مش مشققه، يبقى انا كده السوائل كويسه والسمنه كويسه. هسيبها عندي تتخمر شويه كده حوالي نص ساعه مش اكتر من كده، وبعد كده ابدا ان انا اقطعها. لو عايزه عندي القراقيش تقعد، عملت كميه وعايزه تقعد معايا ريحتها متغيرش، يبقى السمنه بتاعتي هخليها تغلي على النار. تمام. هنا بقى العجوه هبدا ان انا افكها كده قطع من بعضها، واحط عليها معلقتين سمنه، وعلى نار هاديه ابدا ان انا اسيحها. وبعد كده اول ما السخونه تهدى شويه منها ابدا ان انا اعملها قطع كده مبرومه. هفرد عندي قطعه من العجينه. هنا هوريكم شكل اللي هي القراقيش بتبقى ساده عامله ازاي. طبعا تقدري تشكليها بالشكل اللي يعجبك. هبططها كده عشان اقدر ان انا اعملها قطع زي ما انتم شايفين. ممكن اقطعها بالسكينه، ممكن اقطعها باللي هي السكينه بتاعه المخلل اللي بتبقى مشرشره دي، وارصها في الصينيه. وبعد كده هنا دي العجوه، بفتح العجينه بخليها اوسع شويه، واحط في قلبها العجوه وابدا اقفلها برده وابرمها. هنا البلانشه دي ما كانتش مساعداني، ف شلتها بصراحه، وكنت بتعامل بعد كده بالرخام. الحته اللي انا قفلت بيها على العجوه هقلبها، عشان هلاقي من تحت كده حته من العجوه كده او من العجينه رقيقه شويه تبقى مبينه العجوه، فلازم تبقى دي من فوق عشان خاطر من تحت هتتحرق معايا وهتبقى مرره. طريقه تانية برضو لف القراقيش اللي هي بتبقى زي السويس رول كده، ان انا بفرد العجينه بس تبقى رقيقه، وبتبقى بقى حته كبيره كده اهو، وبفرد عليها بنفس المستوى العجوه، واسويها كده من الجناب بحيث ان تبقى مستطيله او مربعه، عشان لما اجي ابرمها تبقى شكلها حلو، وتبقى كلها فيها عجوه. هرقق عندي العجوه دي سواء بالنشابه افردها، او بايدي برضو هتبقى مرنه كده في الفرد، يعني حتى لو بالايد من غير النشابه. وابدا ان انا الف كده عندي العجينه بالعجوه، وبرضو اقطعها بنفس الطريقه اللي عملنا بيها القراقيش الساده، او العجينه اللي هي الساده والعجينه اللي بالعجوه التانية، وارصها عندي في الصينيه برضو. وهكمل بقيه الكميه بتاعتي. بعد كده هدخل اخر صينيه كنت بعملها، هولع الفرن على 200 درجه، وادخل اول صينيه اشتغلت فيها. تمام. وهتقعد معايا حوالي يعني 25 دقيقه، من 20-25 دقيقه. بجد طعمها وريحتها حلوه جدا. يا ريت تجربوها وتقولي لي ايه رايكم، وبالف هنا، وكل سنه وانتم طيبين. وقولوا لي رايكم للي هيجربها. بالف هنا.